الفطار أهم وجبة في اليوم، مش كده؟ فكرة محفورة في دماغنا بقالها عشرات السنين لدرجة إن هي فكرة غير قابلة للنقاش، خصوصا في الشرق الأوسط وبالأخص في مصر. أنت أول ما بتصحى من النوم أول حاجة بتعملها بتدخل الحمام، تغسل وشك، تصلي لو إيمانك عالي يعني، وبعدين اول نشاط او اكتيفيتي بتعمله هو ان انت تجري على مائدة الطعام. عشان ايه؟ عشان الفطار، وتقعد تاكل في فول وطعمية وبيض ولانشون وهكذا يعني. او زي اخواننا السعوديين بقى، يا سلام، طبق المعصوب بتاعك ده عشان يظبط المزاج. والفكرة في دماغك واضحة، لازم تملى بطنك قبل يومك الطويل عشان تقدر تشد حيلك كده وتكون شاحن نفسك كويس. عشان ايه تشد حيلك؟ يعني تكون واخد كفايتك عشان ما تتعبش بعدين. انا مش هنا عشان ارمي احكام ولا اتفلسف عليك، انا شخصيا كنت كده من كام سنه. كنت بفطر اول ما اصحى وباكل كميات اكل مهوله، بالذات في الايام اللي كنت بعمل فيها بطولات كمال الاجسام. كنت فاكر ان ده الصح وده اللي بيخليني قوي، لحد ما عرفت وايقنت ان اللي مربيني عليه طول الوقت ده ما كانش طبي، كان تجاري بحت. دلوقتي بقالي اكتر من 5 سنين ما بفطرش، بصحى الساعة 4 او 5 تقريبا، واول وجبة بالنسبة لي بتبقى الساعة 11. والموضوع ده صدقني غير لي حياتي بطريقة انا ما كنتش اتوقعها. التركيز، الحالة المزاجية، الجسم نفسه شكله اتغير، والطاقة خلال اليوم. حتى النوم اتحسن بمجرد ان انا قررت ما افطرش اول ما اصحى. وقيس على ده علاقتي بنفسي والاكل. في الفيديو ده عاوزين نرجع للموضوع من جذوره، عاوزين نفهم مين اللي اقنعنا وازاي ان الفطار هي اهم وجبه في اليوم. وهنا بتكلم على الفطار اللي هو احنا بناكل اول ما نصحى. هتفهم ايه اللي بيحصل في جسمك وقت ما بتصحى، وليه انت اساسا مش محتاج وجبه الفطار دي لما تصحى. هنبص على فطارك العادي ونشوف هل هو فعلا بيغذيك ولا بيدمرك وانت مش واخد بالك. وهنفهم ايه هي الفوائد العلميه بحته والطبيه بحته في ان احنا نأجل وجبة الفطار. هحكي لك تجربتي الشخصية بكل تفاصيلها الغير مملة، وفي الآخر والأهم هديك بلان أو خطة تقدر تمشي عليها عشان تبدأ تجرب ده بنفسك على طول من بكرة الصبح. هات قهوتك أو مشروبك المفضل، روق لي أعصابك، افتح دماغك، ويلا بينا. انت اول ما بتصحى ما بتصحاش من نقطة الصفر. يعني ايه قصدي بالكلام ده؟ يعني ما بتصحاش خالي من البنزين، بالعكس جسمك بيكون مشحون اصلا. بالليل وانت نايم الجسم طبعا عمال يتعامل مع الحاجات اللي كلتها اليوم اللي قبله، بيمتص اللي محتاجه منه وبيطرد الحاجات اللي مش محتاجها. فهنا في عملية استشفاء بتحصل، عملية نمو، عملية تجديد للخلايا، بناء للعضل، وهكذا. وطبعا ما تنساش ان في عمليات هرمونية كتير بتحصل عشان جسمك يشتغل زي ما ربنا محتاجه يشتغل. في اللحظة اللي انت بتصحى فيها جسمك العبقري بيعمل حاجة جميلة قوي، او وقبل ما انت تفتح عينك بيكون في حاجة الجسم بيعملها، بيبدأ يعلي هرمون الكورتيزول. ليه؟ انت ممكن تقول لي ليه هرمون الكورتيزول ده الناس كتير بتعيط منه وبتقلق منه وتقول لك ان ده بتاع القلق ومش عارف ايه والناس خايفة منه. في الحقيقة هو هرمون مهم جدا، لان من غير الكورتيزول مش هيبقى عندك الحماس ان انت تعمل اي حاجة، ولو حصل اي حاجة مش هتعرف برضو تهرب. ما احنا دي اللي احنا عارفينها ان هو ممكن يحمينا من ان احنا نهرب، بس من غيره مش هتعرف يبقى عندك النشاط وان انت اصلا تقوم من النوم، لان هيبقى عندك خمول. فالكورتيزول ده بيرتفع لاعلى معدلاته في تقريبا يعني 30 ل 45 دقيقة من لما انت بتصحى. فلما هو بيرتفع انت كده كده في سكر في الدم نزل في الدم، يعني في سكر جسمك فرزه في الدم عشان يبدأ يديك النشاط. لان زي ما اتفقنا انت جسمك عنده مخزون. يعني لما نيجي نتكلم حتى في حتة المخزون دي، انت جسمك عنده مخزون لا يقل عن 100,000 سعر حراري موجودين، ممكن يحرق فيهم وقت ما يعوز بليميتس معينة كل يوم. كان زمان الناس ما بتاكلش إلا ما تخلص جهد، يبقى في جهد بدني حصل عشان يقدر ياكل ويعوض ده. وكان قبل كده كان باغتنام الفريسة، وبعد كده اهالينا الفلاحين كان اللي بيبقى يروح الارض او الغيط الاول ويشتغل ومش عارف ايه، وبعد كده يرجع. اي حد بيبني قبل كده كان بيعمل كده، الناس ايام الحروب كان كده. فالموضوع مش زي ما احنا عايشينه النهارده، اللي هي الفتره القصيره اللي احنا عايشينها دي. الدنيا اتغيرت، فعشان كده لازم نرجع للاساسيات عشان صحتنا ترجع للاساسيات. يعني حتى لو بصيت للطبيعه، للحيوانات مثلا زي اسرع حيوان في العالم اللي هو التشيتا، وشفت بيعمل ايه، ده بيصحى يجري طيران عشان ياخد حاجه ياكل منها، لانه مش مضمون له ان كل يوم يبقى عنده اكل جنب منه. اصلا الاكل بيبوظ، الفريسه لما بتغتنم بتبوظ، بتروح لحيوانات تانية تاكلها غير التشيتا، او حتى لو نتكلم على الاسد. فلازم نخلي بالنا ان طبيعه
طبيعه الجسم اللي احنا مش بعيد قوي عن الحيوانات. وعلى فكره عشان محدش يزعل مني، انا مش بقول ان انت حيوان، هو في ناس بيفكروا زي الحيوانات، ده مش هنختلف فيه، ولكن ده مش معناه ان انا بقول ان انت حيوان عشان كده لازم تعيش زي الحيوانات، لا. ولكن هو الجسم نفسه، البيولوجي بتاع الجسم، الفيزيولوجي بتاع الجسم هي نفس الفكره، فلازم ناخد بالنا من ده. اهم حاجه ما نفكرش زي الحيوانات. ليه فطارك مصيبه؟ ده لو قررت تفطر فطارك مصيبه، او يبقى مصيبه امتى؟ يبقى مصيبه لو الكونتنت بتاع الاكل او محتويات الاكل دي حاجه مش كويسه بالنسبه لك، اللي هو سكر عالي، اللي هو دهون عاليه، اللي هو كل حاجه ملبسه في بعض، حاجات تعمل لك انتفاخ، حاجات تاثر على تركيزك، حاجات تاثر على الاملاح والمعادن اللي في جسمك، اللي مثلا زي شرب الشاي مع الاكل. فلازم نخلي بالنا، اهم حاجه نعملها اول ما نصحى ان احنا محتاجين نروي الجسم بطريقه صحيحه، مش ان احنا نديله سكر زياده وان احنا نديله حاجه تضخ الدم كله في المعده، فتبقى قاعد مش مركز، قاعد تعبان، قاعد مش عارف تشتغل اصلا. ولو مش عاوز ان انت تعمل نظام الصيام ده خلاص مش مهم، بس ما يبقاش ان انت تصحى تنكب على الاكل. ولو مستعجل خلاص يبقى هناكل حاجه تفيدنا، حاجه تدينا سستينابيلتي او تخلي السكر ما يرتفعش وينخفض طول اليوم كده، وتبقى قاعد ان انت عاوز تدور على اي حاجه تاكلها وفاكر ان القهوه هي اللي هتساعدك، وهي الحقيقه مش القهوه، هي ان انت بدات يومك غلط. طيب لما نيجي نقول لو احنا اخرنا الوجبه بتاعتنا لما صحينا، اللي هو يخليني ان انا صايم 12 ل 18 ساعه مثلا، ايه اللي ممكن استفيد منه؟ اللي ممكن استفيد منه ان الجسم دخل في حاله تركيز، هو بيتعامل مع اخر حاجه اديتها له، بيتعامل مع الحاجات الوحشه كمان، اي حاجه تالفه هيحرقها وياكلها ويتخلص منها، ودي حاجه مهمه جدا بالنسبه لك. السكر في الدم موزون بالجسم، الجسم بيرفعه وقت ما يعوز، الهرمونات فيها بالانس، انت مركز لان جسمك مش مشغول بان هو يضخ دم في المعده، ما عندكش انتفاخ، مع الجسم بيحرق دهون طبعا لان خلاص هو دخل في مرحله ان هو يقدر يحرق دهون، فيبقى عندك الكيتون بوديز اللي هي بتبقى لما تنتج وتبقى موجوده عندك في الجسم، المخ بالنسبه له الكيتونز دي وقود نضيف. ده هل ده معناه ان انا لازم اعمل كيتو بقى عشان اعلي الكيتونز؟ لا، مش ده اللي احنا بنتكلم عليه خالص، ان انت محتاج سكر. هي الفكره انت الجسم تديله ايه امتى وتاكل ازاي عشان تعرف تتعامل معاه بذكاء، لان هو فاهم اكتر منك. طيب تجربتي انا الشخصيه، انتوا عارفين وشايفين في القناه بتاعتي، وكنت بعمل اونلاين كوتشنج وبادي بيلدينج ومش عارف ايه، وكان لازم اخد 5 وجبات وبينهم سناكس، وكلت كل انواع الاكل اللي ممكن تتخيلها الغير محرمه، وجربت الغالي والرخيص واللي انت ممكن تتخيله عشان ابقى احاول ان انا ايه، لا انا عاوز ازيد بقى العضل واحرق الدهون ومش عارف ايه. وعلى فكره لاحظت ان زياده العضل وحرق الدهون اتحسن لما غيرت النظام بتاعي، مع ان انا كنت ناشف الحمد لله واعرف انشف اكتر، ولكن لقيت ان الموضوع اسهل بكتير بالاسلوب التاني، لقيت ان انا في بالانس اكتر في حياتي. خلينا نتكلم، قبل كده كنت باكل 5 ل 6 وجبات، عاوز اكل 3000 سعر حراري باكل 4، باكل 5، باكل الحمد لله لحد ما جيناتي بتساعدني ان انا اقدر اخد الحاجات دي من غير ما اتخن، فما عمري ما كنت تخين مهما رفعت السعرات، ولكن كنت تعبان. يعني كان واحد يفتكر ان انت لما تاكل كميات كربوهيدرات عاليه لغايه 500 600 700 في اليوم ان انت تبقى نشيط وعندك طاقه وكذا، ولكن الحقيقه ما كنتش كده، كنت ببقى هبطان، كنت ببقى دايما لو راحت عليا وجبه بجوع، وده بالنسبه لي كان حاجه غير صحيه، لان لاحظت ان الجسم بتاعي دايما عاوزني اكل، لا ده مش طبيعي. وابتديت اقارن احساسي برمضان، فرق ما بين اول واخر رمضان كان شاسع، فده عرفني ان جسمي لما اتعود على الصيام كان احسن، انتاجيته احسن، كنت ممكن بروح اتمرن من غير ما اكل، والايام رمضان اللي فات كنت بروح اعمل بالتمرينين والثلاثه وانا صايم الحمد لله ما عنديش اي مشكله. ده لاني غيرت من اسلوب الحياه وغيرت من الميتابوليزم بتاعي. يعني ايه؟ يعني عرفت جسمي ان انا لما هحتاجك انت هتعرف ازاي تروح تحرق من الدهون اللي عندي وتستعمل كل المكونات اللي موجوده عشان تدعمني في الحاجه اللي انا بعملها، لان انا رجعت مرنته على طبيعته. طب انا بفطر ايه النهارده؟ الفطار بالنسبه لي هي الوجبه الاولى اللي بكسر بيها صيام، تبقى اخر وجبه بالنسبه لي الساعه 6 بالليل، واول وجبه باخدها بتبقى 11 12 واحده، 11 الصبح 12 الظهر او واحده، يعتمد على توقيت التمرين والشغل والدنيا اللي ماشيه. ما بنصحش كل الناس ياخدوا الوجبه دي لان يعتمد على مدى حركتك في اليوم، مش بتحرك كتير ولكن التمارين بتاعتي قويه. الفطار بيبقى تمر وبيبقى لحمه مفرومه وعسل، فده اللي انا باخده، لحمه مفرومه، عسل، مشروب الكاكاو بتاعي، تمر، لان بعدها
ساعتين او 3 بروح بشيل حديد تاني. ايه الفرق؟ الفرق شاسع في التركيز، في الطاقه، في الجوع. ممكن اقعد يوم كامل ما اكلش عادي جدا ولا احس باي جوع. فاللي انا بقوله لك جرب اسبوع، مش تخسر اي حاجه. وانا قدامك، ولو شكلي مش عاجبك ما تجربش. وانا مش بعملها غرور، انا بعملها بقول لك يعني دايما بص على اللي عمل الحاجه اللي انت بتحاول تعملها وشوف وصل لها ازاي. ساعات بتبقى حاجات انت مش هتتخيلها او حاجات شايف ان هي غلط، بس لازم تجرب ما دام مش حرام او عيب او بتضر حد او بتضر نفسك. الحاجه لازم تعمل تجارب مع نفسك. كل شخص مختلف عن التاني صحيح، ولكن في اساسيات. لو لقيت ناس 10 قدامك بيعملوا حاجه واحده موحده ما بينهم، فهي دي الحاجه دي لازم اخدها واسمعها واشوف وادرسها. وجرب على نفسك ما دام ما بتاذيش نفسك واللي حواليك، مش حرام مش عيب تنساه. طيب لو انت شخص عاوز تجرب دلوقتي، تعمل ده ازاي وتبدا امتى؟ فنخلينا في الاساسيات. هول فودز على قد ما نقدر. يعني انا بالنسبه لي الاكلات اللي باكلها هي عباره عن لحوم حمراء، تمر، وانواع من الفواكه التانية اللي ما تتعبنيش واللي ما فيهاش مواد كيماويه طبعا من الرش على قد ما اقدر. والخضار ما باكلش خضار خالص، لو كلت هيبقى شويه بطاطس او بطاطا، ما باكلهمش كتير لان معدتي ما بترتاحش عليهم قوي. والعسل. خلاص ده اللي انا ماشي عليه. شوف انت الكويس معاك ايه وامشي عليه، يبقى هو ده بتاعك. تاني حاجه، هنأخر وجبه الفطار كل يوم او كل اسبوع بساعه او ساعتين على قد مقدرتك. انتوا المفروض اللي بيتفرج عليا لو بتصوم الموضوع سهل. الصيام على الاقل بيبقى عندك 12 ساعه انت ما بتاكلش وما بتشربش فيهم، بناء طبعا انت ساكن فين وعايش فين، يعني بسبب النهار والليل والفرق التوقيت. ولكن دي اول حاجه. فهنبدا ان احنا نأخر، هنبدا ان احنا نحط اوقات عشان نعمل تمارين للمخ، اللي هو انا مش هاكل الا الساعه كذا وكذا. حتى لو جعت درب نفسك ان ده يحصل. لو جعت تعمل ايه؟ اشرب شويه ميه. وانا ضد ان الناس تشرب ميه كتير، لان شرب الميه كتير وانا جربت ده هيهلكك. يعني ايه؟ يعني هيخرج الاملاح والمعادن من جسمك، واحنا مش عاوزين ده، لان ده هيديك الهبوط اللي احنا بنتكلم عليه. لا، يبقى عندك الكترولايتس او ميه بملح، ده تمام كافي كده ليك ان انت تشرب شويه ميه بملح. ده يبقى انت كده اديت جسمك سيجنال ان لو انت عطشان انا شربتك وارتويت فعلا، مش شربتك ميه وراحت منك فتفضل ان انت عطشان وحاسس ان انت جعان. دي حاجه. تاني حاجه، القهوه صديقه لك. القهوه السوداء صديقه لك ولو ما بتكسرش الصيام. فالحاجات اللي ما تكسرش الصيام زي القهوه زي الالكترولايتس دي ممكن ناخدها هتسيبك في حاله الصيام دي، او هو حاله الصيام المتقطع اللي احنا بنتكلم عليها. هل مثلا بالنسبه لي ان انت تسد الشهيه بحاجه زي دواء او حقنه او وات ايفر حاجه كويسه؟ لو انت شخص حالتك وحشه، لو انت شخص مش قادر، لكن اغلبنا بنقدر نصوم فانت مش محتاج ده. دي ببساطه البلان، امشي عليها لمده 3 اسابيع 4 اسابيع هتلاقي جسمك اتعود على الموضوع ده خالص. زي ما احنا بنشوف في رمضان الجسم يتعود على الحاجات اللي هي احنا مش متعودين عليها. ومن هنا ابدا بقى ظبط وجود على حسب انت محتاج ايه. موضوع بسيط، مش محتاج فن، مش محتاج تعقيد، مش محتاج مدرب. محتاج ان انت تتعلم ازاي تسمع لجسمك. وعملنا فيديوهات كتير بنتكلم عليها في الموضوع ده. ما هي فايده اللي احنا بنعمله ده؟ فايده ده ان احنا بنخلي الجسم نديله الفرصه يشتغل على الطريقه الصحيحه اللي هو حابب يشتغل عليها عشان ما نمرضش. يبقى الوقايه خير من العلاج. وان احنا نشتغل صح مع اي حاجه هي احسن طريقه ان انت تدي الجسم فرصه ان هو يقاوم نفسه. 1. 2. تركيزك وروحانياتك وجسدك هيبقى اقوى واحسن وللاعلى، وده هيعود عليك في حياتك للاحسن والناس اللي حواليك. وانتاجيتك كفرد هتبقى through the roof زي ما بيقولوا. يعني هتشوف انتاجيه عمرك ما شفتها في حياتك، وتركيز عمرك ما شفته في حياتك، عكس ما انت متوقع. لان انت دلوقتي انت مش شايف، انت متغمي بموضوع معين، مش حاسس الفرق، مش عارف. يعني عارف لما تبقى قاعد في اوضه ومكتوم فجاه تخرج وتشم نفسك كده، انت جوه الاوضه ما بتبقاش حاسس الاحساس اللي بره ده. بس عشان تخرج بره في مجهود ومحتاج ان انت تقتنع ان بره احسن. غير كده الجسم بيتعامل مع كل الخلايا التالفه، بيحرق لك دهون، بيبقى الانسولين اتحسن طريقه التعامل في الجسم معاه. كل الحاجات دي فوائد، وانت هتبقى اول واحد تتكلم عن الفوائد دي. وكل واحد بناء على المكان اللي هو هيبدا فيه منه ده الفوائد هتبقى موجوده. يعني انت لو اوريدي صحي، لا الفوائد بتاعتك هتبقى مختلفه عن واحد بادئ من حاله صعبه جدا. فالايفكت بتاع الفوائد هيختلف من شخص الى اخر، وهيعتمد على انت بتحاول تعمل ايه في حياتك، ويعتمد على جدولك ويومك. بعدين ساعتها هتختار هتصوم كام ساعه، ده اختيارك انت، وعارف المكسب لده ايه والخساره هنا ايه، وظبط الموضوع بنفسك. وطبعا لو حد عنده مشاكل صحيه امشي مع دكتور، قول له انا عاوز امشي على الطريقه دي 1 2 3، ولو اداك الضوء الاخضر تمام. واهم فايده في كل ده ان انت تسيطر على عقلك وما تبقاش عبد لفكره الاكل، ما تبقاش عبد للاكل. ما يبقاش الاكل هو اللي بيتحكم فيك، ما يبقاش طعم الاكل هو اللي بيقرر مزاجك والوجبه. وابعدوا عن الدايره دي، لان كل ما انشغلت ببطنك قل تركيزك في حاجات تانية كتير. وللأسف معظم الناس همها في بطنها،
ودي حاجه اتمنى ان احنا نبعد عنها. يبقى كده الخلاصه، الفطار مش اهم وجبه، دي كذبه، دي حاجه ماركتنج اتعملت عشان يبيعوا منتجات الفطار، ودي طبعا جايه من دول كتير غربيه. ولو هتفطر يبقى وجبتك لازم تكون صحيه عشان ما تضرش جسمك، ما يبقاش عندك خمول وتاثر على بقيه يومك. وجبتك الاولى هتقرر وجبتك الاخيره، وجبتك الاخيره هتقرر الطاقه اللي هتصحى بيها بالنهار، ممكن تاثر على مزاجك وتخليك تاكل حاجات انت مش محتاج تاكلها. فالصحه حاجه متكامله لازم نهتم بيها. اهتم بصحتك، اهتم بصحه اللي حواليك، ولو في حاجه اشتغلت بالنسبه لك بايجابيه انشرها للي حواليك، طبعا بموضوعيه، وان انت تخلي بالك ان انت ما تضرش اي حد من اللي حواليك. وشكرا ليكم، اتمنى الفيديو ده يكون فاتكم. هشوفكم في فيديو تاني.